السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح سالم جماعة أعمال الألمونتان. النهاردة إن شاء الله أقدم لكم فيديو مطبخ بعد التشطيب. إن شاء الله لما يركب عند العميل هصوره لكم. المطبخ ده هيبقى في زهرة العاصمة، تمام؟ عمارات 256 أو عمارات 150. هتلاقي الستاندر المطابخ كله يعتبر زي بعض. عملنا فوق وجزء تحت حرف ال، تمام، وجزء فوق الحوض وجزء تحت الحوض وحته فوق التلاجة، تمام. وادي الجزء الحرف ال في ركنه زاويه 90، في ازاز من فوق كله ومن تحت فايبر التلت والتلتين. ارتفاع اللي فوق ده حوالي متر وخمسة، ارتفاع اللي تحت 90 بالعجل، عجل تفنون وسط متحرك. الازاز ده فاميه اسود 5 مللي، مقبض بلت ان اسود، ألمونيا 2.5 في 2.5 مصر محملة، ده الطبيعي بتاعنا. الرف والأرضية 4 مللي تتكسر والحرارة فايبر جلاث. الوش والجناب كله فايبر، ما فيهوش كلادين خالص، تمام. فصلة سوفت كلوز ستانلس، مقبض بلت ان اسود بطبة دريسنك، والازاز بتاعه مقبض ازاز، الألمونيا بتاعتها مقبض الازاز اللي هو الدريسنك، تمام. عملنا فيه 3 تربو وصفاية، دي الاضافات، تمام. اما كله تبع سعر المتر. الازاز بيبقى فيه فرق بس بين الفايبر والازاز في فرق التكلفه، تمام. حوالي لو متر الازاز مثلا عامل 800، الفايبر متر ب 300، بيبقى في فرق 500 في المتر. الازاز كله عامل حوالي متر ونص مربع، تمام. اللي هما حتتين 3 4 4 حتت ازاز، تمام. والركنه دي طبعا لسه هتتشطب، هيتعمل فيها ضرفه مفصله عقرب، تمام. ومن فوق هتبقى ازاز زي الازاز ده، ومن تحتها فايبر زي الفايبر ده كده، وتحت هتبقى ضرفه بتتكسر نصين او ضرفه بزاويه، تمام. الركنه دي تحت حوالي 85 في 75، العمق هنا 60 عشان في بوتاجاز على الشمال. العمق فوق بيبقى 35، انا عامله 40 عشان الركنه تديني فتحه كبيره، تمام. الاعماق هنا مطلوبه مخصوص 40 سنتي، تمام. العمق هنا 40 مش 35. الجنب اللي على اليمين ده هيبقى فيه تلاجة، وحدة التلاجة هتركب فوق هنا، تمام، جنب الازاز. تعالوا مع بعض كده نشوف الشغل ده ونقول لكم في الاخر هو عامل كام متر وسعر المتر كام والتاريخ هيبقى كام ان شاء الله بتاع الفيديو. عملنا فوق قلاب ازاز كله زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هشرح لكم في فيديو بالتفصيل المطبخ كله